تعال اقول لك على افضل معالجات بكروت شاشه مدمجه من اول 1500 جنيه لحد 5000 جنيه. ودي سلسله جديده هنزود على كل فيديو 1000 جنيه. ما يغركش انها لحد 5000 جنيه بس، ده في معالجات بهبل حرفيا. السلسله دي موجهه اكتر للجيمرز، مش موجهه للجرافيك خالص. الجرافيك والمونتاج بقى نبقى نعمل لهم سلسله مخصصه ليهم بعدين. اعملي لي فولو عشان نفسي اوصل 10000 اخو اخت، ويلا بينا. النهارده معانا من 1500 لحد 2000 جنيه. يا ترى هيجيبوا ايه؟ واول معالج معانا هو الرايزن 3 2200 جي. اصبر بس كده عشان المعالج ده بجد فاجر على اللي بيقدمه بسعره الجبار ده. لا، حاجه جامده جدا. المعالج ده رغم انه ب 1500 جنيه بس جواه كارت شاشه اقل من الجي تي اكس ال 750 تقريبا، حاجه بسيطه. انت متخيل؟ مواصفات المعالج 4 كور 4 ثريد، واعلى سرعه ليه 3.7 جيجا هرتز. ملحوظه، لو هتجيب اي معالج مدمج بكارت شاشه في العالم لازم تجيب اقل حاجه رامات 16 2 في 8 بسرعه عاليه، عشان الفي رام بتتسحب من الرامات. خلي بالك من الحوار ده. ملحوظه ثانيه برضه، الرايزن 3 2200 جي ب 1000 ونص على دوبيزل، وفي المحلات بيبيعوه ب 2000 جنيه. معرفش ليه الاوفر برايس ده، بس بجد حرام عليهم. تاني معالج معانا هو الرايزن 5 2400 جي، نفس الكارت اللي في المعالج اللي فات، ولكن هنا بقى المعالج مختلف. 4 كور 8 ثريد، وسرعته 3.9 جيجا هرتز. بس كده خلاص، خلصنا كل حاجه ب 2000 جنيه على دوبز. للامانه ما اعرفش سعره كام في المحلات، بس بجد حاجه جامده بس الصراحه.